لا تنسوا الاشتراك في قناتكم أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ، ما تنسوش دعمونا. انطلقت مباراة قمة الجولة 25 من الدوري الإيطالي بين نابولي وروما على ملعب دييغو أرماندو مارادونا معقل نابولي، في مواجهة مثيرة شهدت منافسة قوية منذ البداية. بدأت المباراة بسيطرة هجومية واضحة من فريق روما، الذي حاول مبكرا فرض أسلوبه على المنافس، وكان الضغط الكبير للفريق الأصفر واضحا منذ الدقيقة الأولى. وسرعان ما نجح روما في ترجمة هذه السيطرة إلى هدف، حيث سجل اللاعب دونييل مالين الهدف الأول في الدقيقة السابعة ليمنح فريقه تقدما ثمينا على أرض نابولي، ويضع أصحاب الأرض في موقف صعب منذ وقت مبكر. بعد الهدف حاول نابولي العودة سريعا إلى أجواء المباراة، معتمدا على الاستحواذ والضغط الهجومي في محاولة لتعديل النتيجة وإدراك التعادل، لكن دفاع روما كان منظما للغاية، ونجح في إيقاف محاولات لاعبي نابولي المتكررة. وبدوره ركز روما على الدفاع مع الهجمات المرتدة السريعة للحفاظ على تقدمه وحماية النتيجة، مع الاعتماد على صلابة خط الوسط وإغلاق المساحات أمام لاعبي نابولي. تعادل نابولي. تمكن ليوناردو سبيناتزولا من تعديل النتيجة لنابولي في الدقيقة 40 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. ركلة جزاء. عاد دونييل مالين ليضع روما في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 71 من علامة الجزاء، مسجلا هدفه الشخصي الثاني. العودة المتأخرة. في الدقيقة 82 نجح أليسون سانتوس في خطف هدف التعادل لنابولي بتسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك روما. بهذه النتيجة واصل نابولي تواجده في المراكز المتقدمة، المركز الثالث مؤقتا، بينما حافظ روما على منافسته في المربع الذهبي، المركز الخامس. تميزت المباراة بمشاركة الصفقات الجديدة، حيث كان لأليسون سانتوس نابولي وبرايان زاراغوزا روما تأثير ملموس في مجريات اللعب، كما شهد اللقاء غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين بسبب الإصابات، أبرزهم سكوت ماكتوميناي من جانب نابولي وباولو ديبالا من جانب روما.